أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حصاد الإخبارية. تواصل الجزائر فرض هيمنتها على واردات النفط الأوروبية، وهذا يعكس تحولات استراتيجية في خريطة الطلب الدولي. لميس عطلة والتفاصيل. في الوقت الذي تشهد فيه أسواق النفط العالمية تحولات غير مسبوقة، تواصل الجزائر فرض هيمنتها على واردات النفط الأوروبية، ما يعكس تحولات استراتيجية في خريطة الطلب الدولي. في هذا المسار حافظت إسبانيا على صدارة الوجهات رغم تراجع الكميات بنسبة 17% إلى 69 ألف برميل يوميا. كما انخفضت الصادرات نحو فرنسا بالنسبة ذاتها لتبلغ 54 ألف برميل يوميا. في المقابل سجلت إيطاليا نموا لافتا بنسبة 28% بمتوسط 46 ألف برميل يوميا، وقفزت الشحنات إلى كوريا الجنوبية بأكثر من 40% متجاوزة 35 ألف برميل يوميا. وسجلت المملكة المتحدة تراجعا طفيفا بنسبة 6% عند 34 ألف برميل يوميا إجماليا. أما الصادرات عن طريق البحر فقد تراجعت بنسبة 6%، بما يفوق 23 ألف برميل يوميا، ليبلغ متوسط الشحنات 361 ألف برميل يوميا. وجاء شهر مارس مسجلا 368 ألف برميل يوميا بعد ارتفاع في فيفري رغم بلوغ الإنتاج 973 ألف برميل يوميا بدعم تخفيف قيود الإنتاج. وتبرز هذه المؤشرات تباينا شهريا ملحوظا يعكس تقلبات الأسواق العالمية وتغير أولويات المستوردين خلال الفترة المدروسة الحالية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة أسبوعين، بعدما شهدت الساعات الماضية جهودا دبلوماسية مكثفة للتوصل إليه قبيل انتهاء المهلة التي منحها ترامب لطهران. نتابع التقرير التالي. بعد ساعات حبست أنفاس العالم إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتصعيد ضد إيران، جاء الإعلان عن التوصل لهدنة مؤقتة ليمنح الأمل في عودة الهدوء إلى المنطقة. إعلان عن وقف إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين بعد أكثر من شهر على حرب مدمرة وتهديدات ترامب بمحو إيران. الرئيس الأمريكي أكد أن بلاده حققت نصراً كاملاً، مشيراً إلى فتح مضيق هرمز فورياً، الذي كان أداة ضغط كبيرة لطهران، وتداعيات غلقه أثرت في اقتصاد أمريكا والعالم. ترامب أضاف أن الولايات المتحدة قطعت شوطاً كبيراً نحو اتفاق سلام طويل الأمد وتجاوزت جميع أهدافها العسكرية. من جانبها أكدت إيران عبر مجلس الأمن القومي أنها حققت نصراً عظيماً، وأجبرت واشنطن على قبول مقترح إيراني من 10 نقاط، أبرزها التنسيق الإيراني على المرور عبر مضيق هرمز وإنهاء الحرب ضد محور المقاومة. المراقبون يرون أن وقف إطلاق النار هش ومؤقت، خصوصاً مع استمرار المواجهة مع الكيان الصهيوني، لكنه قد يفتح المجال لمباحثات حول تمديده إذ تم التوصل لأرضية تفاهم مشتركة بين الطرفين. في مشهد إقليمي ودولي متوتر، تتجه الأنظار نحو التطورات الأخيرة بين إيران وأمريكا. بعد إعلان وقف إطلاق النار، أثار الكثير من التساؤلات حول طبيعته، حدوده، ومدى صموده أمام الاختبارات الميدانية والسياسية. وبينما يصفه البعض بفرصة لالتقاط الأنفاس، يرى آخرون أنه هدنة هشة قد لا تصمد طويلا أمام تعقيدات الصراع وتشابك المصالح. وفي خضم هذه التطورات تبرز حسابات الربح والخسارة لكل طرف، ليس فقط على المستوى العسكري بل على المستويين السياسي والاستراتيجي، في ظل إعادة رسم موازين القوى وفرض قواعد اشتباك جديدة. لكن التطورات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ سجلت خروقات مبكرة أعادت التوتر إلى الواجهة، من بينها استهدافات طالت بيروت، ما يطرح تساؤلات جدية حول رسائل التصعيد وحدود الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة، لا تزال قابلة للاشتعال في أي لحظة. وفي هذه الحلقة نناقش
في الحصاد ونفتح ملفا شائكا للبحث في خلفياته وأبعاده وانعكاساته. أسعد باستضافة الدكتور مولاي بو مجود أقول لمناقشة هذا الموضوع. مرحبا بك. أهلا وسهلا، تحية لكم. شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا جزيلا. أستاذ، بداية ما الذي يمكن قراءته فعليا بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا؟ وهل نحن أمام تهدئة حقيقية أم إعادة تموضع مؤقت في المنطقة المذكورة؟ يبدو أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جهة وكذلك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصل إلى حدود قصوى أو إلى مداه. خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني استنفذ بنك الأهداف الموجودة لديهما، وكذلك لم يستطيع تنفيذ أهدافهم الاستراتيجية داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كل الأهداف التي رسمت باءت بالفشل أمام الصمود والتحدي الإيراني وقوة إيران في الرد، وكذلك التماسك الذي أظهره الشعب الإيراني وكذلك النظام الإيراني. وهذه في الحقيقة كلها نقاط أساسية يمكن البناء عليها فيما ما يتكلمون ويتحدثون عنه الآن عن مفاوضات بين الطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة لإنهاء الحرب كما بدأتها، لأنه لم تحقق ولا هدف من أهداف الحرب. ثانيا، كلفة الحرب أصبحت غالية وغالية جدا، سواء بالنسبة للمجتمع الأمريكي، بالنسبة للحكومات الأمريكية، حتى للأطراف الإقليمية والأطراف الدولية. لأنه شفنا حتى غلق باب المندب، أسعار النفط أصبحت بأرقام خيالية باهظة الثمن منه. الآن كل الأطراف أنه إذا وصلت أسعار النفط إلى $200 راح يكون أزمة اقتصادية عالمية حقيقية وانسداد اقتصادي حقيقي. إذا ما توسعت الحرب هناك مجموعة من الأطراف، مثلا أنصار الله الحوثيين في اليمن هددوا بغلق باب المندب، وهو إذا أغلق باب المندب هو يمثل شريان التجارة العالمية، وبالتالي إذا أغلق باب المندب بالإضافة إلى مضيق هرمز راح تصير مشكلة عالمية حقيقية، مشكلة اقتصادية عالمية حقيقية. بالموازاة الولايات المتحدة الأمريكية الآن ما تخسره على الوضع الدولي. هناك أمور اقتصادية مهمة جدا للولايات المتحدة الأمريكية، لأن السيطرة العالمية التي ركزت عليها الولايات المتحدة الأمريكية طيلة عقود من الزمن، خاصة سنة 1944 حتى قبل إنشاء ما يسمى بالأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية الأذرع المالية التي تتحكم بها في مستقبل العالم، وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي اتفاقية بروتون وودز سنة 1944. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية أرغمت العالم للخضوع للدولار، خاصة بعد الإعلان الكاذب للولايات المتحدة الأمريكية ذاك، أو المموه إن صح القول أنذاك، على أساس أنه أقية الدولار تساوي أقية الذهب تساوي $35 أنذاك، والناس كل الدول ذهبت لشراء الدولار، وتحكمت في سنة 1971 لما أعلنت أنها لا تمتلك ذلك الرصيد الكبير من الذهب الذي أعلنت عنه سابقا. هنا العالم بقي في صدمة، وكانت كميات الدولار اللي اشترتها الدول كانت كبيرة جدا، وبالتالي أرغمت الدول على التعاملات التجارية الخارجية عن طريق الدولار. وهنا تحكمت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاصل السوق المالية ومفاصل السوق الاقتصادية وفي التجارة العالمية. لهذا هذا الأمر مكن الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة الدول التي تخرج عن الطاولة الأمريكية، خاصة بعد استحداث نظام سويفت، وهو نظام القبض العالمي اللي تستعمله جميع الدول. وبالتالي إيران عوقبت في هذا الإطار 47 سنة تحت الحصار، ومنعت حتى من من استلام أموالها إلا عن طريق وسيط ثالث يأخذ معها أموال طائلة. وبالتالي الاقتصاد الإيراني أصبح في حالة في حالة ركود دائم. وبالتالي رغم الابتكارات والقوة الإيرانية في عملية الصناعة الداخلية، الآن ماذا يحدث الآن في العالم؟ الآن روسيا والصين سارعتا إلى استحداث نظام نقدي آخر موازي لسويفت. هذا الأمر اللي شكل صدمة عند الأمريكان في الأيام الأخيرة، وهو ما ضغط على إدارة ترامب بشكل كبير جدا، لأنه أي فرصة يضيعها أكثر فأكثر معناها الدولار سوف تذهب له. وكان ذكر ترامب الرئيس الأمريكي قبل سنة كان قال هو إذا كان خاطب البريكس آنذاك، إذا استحدثوا نظام دفع جديد أو كذا، فهو إعلان الحرب على الدولار مثل ما قال هو بمثابة إعلان الحرب العالمية الثالثة. ولهذا الأمر الأمريكان لما دخلوا الحرب دخلوا بحسابات
حسابات أساسية، على أساس أن الحرب هذه حرب سريعة وخاطفة. يعني المراد منها هو تغيير نظام، إسقاط رأس النظام، لأنه سميت باستراتيجية ضرب الرأس. فضرب الرأس يعني سقوط الجسد حتميا. هذا الأمر اللي كانوا قد يعني فكروا فيه كثيرا، وكانوا استنتجوه من التجارب السابقة في المنطقة، يعني بضرب العراق ضرب الرأس، يعني سقوط صدام حسين رحمة الله عليه، يعني معناه سقوط العراق، كذلك سقوط القذافي رحمه الله، كذلك سقوط ليبيا. وبالتالي هم ظنوا أنه نفس الاستراتيجية تطبق على إيران، الأنظمة مرتبطة بالأشخاص. هذا الخطأ الاستراتيجي، وخطأ في دراسة العقلية الإيرانية، وخطأ في الدراسة السوسيولوجية والأنثروبولوجية كذلك. يعني حتى هم كذلك كان عندهم مجموعة من العملاء على الداخل الإيراني، القراءات المقدمة من طرف هؤلاء العملاء، وكذلك يعني المدة التي فرضت على إيران في الحصار، وأصبح الاقتصاد الإيراني يعني في يعني مرحلة نقول احنا مرحلة انهيار كامل، خاصة أنه يعني لم تستطع إيران مواجهة هذه العقوبات الأمريكية المتشددة بشكل كبير جدا، واللي تابعتها حتى عقوبات أممية. يعني ولهذا على هذا الأساس، خاصة بعد التقارير المغلوطة التي قدمتها في الحقيقة منظمة الطاقة الذرية، خاصة أن هذه المنظمات معظمها مخترق من طرف الدول الكبرى، لأنه هي أساس هذه المؤسسات أنشأت هذه الدول الكبرى، فمن المستحيل أن هذه المؤسسات تخرج عن طوع هذه الدول وتعطي المعلومة الصحيحة تعطي يعني تذهب في المنحى. شفنا ربما محكمة العدل الدولية، رغم أنه الجنائية الدولية، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تمضي على البروتوكول وليست عضو في هذه المحكمة، لكن مباشرة يعني كريم خان مباشرة بعد ما أصدر مذكرة اعتقال ضد المجرم نتنياهو، شفنا مباشرة يعني قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستحداث مجموعة من التهم، يعني وكيل مجموعة من التهم لكريم خان، ودفعوه إلى الاستقالة وغيروه تماما، يعني في رسالة واضحة للعالم أننا نتحكم في كل مفاصل المؤسسات الدولية بما فيها المؤسسات القضائية. أستاذ مولاي، برأيك إلى أي حد يعكس هذا الاتفاق توازنات القوى الحالية بين الطرفين، ومن يظهر أكثر قوة؟ يعني بعد إعلان وقف إطلاق النار، من الأقوى مثلا؟ هل إيران ولا أمريكا اللي هي دفعت لهذا القرار؟ بمعايير القوة، بموازين القوة، لا مجال للمقارنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يعني هي الولايات المتحدة الأمريكية أكيد القوة رقم 1 في العالم، يعني بما تمتلكه من تكنولوجيا متطورة، تكنولوجيا عسكرية، أقمار صناعية تجسسية، يعني طائرات تجسسية، يعني هم يعلمون يعني متقدمة في كل المجالات على الدول. لكن ما يملكه الشعب الإيراني وما تملكه إيران من عزيمة وقوة، من تحدي كذلك، وكذلك الاعتماد على الذات والاستثمار في الطاقة البشرية وما يسمى المادة الرمادية، واستثمار في الشباب الإيراني. هذا اللي خلى إيران مبهمة نوعا ما أمام العالم، يعني كانت تخفي قوة كامنة غير يعني لم تبرز لم تظهرها للعلن، لم تظهر بطبيعة الحال. ويعني ما يتمتع به العلماء الإيرانيون، أنا في واحد اللقاءات كان مع أحد يعني أعضاء منظمة الطاقة الدولية في زيارتهم إلى إيران، طلبوا لقاء العلماء الإيرانيين، فهو يروي قال ظننا أننا سوف يعني يجونا يعني علماء يعني كبار السن مثل أينشتاين، قال يعني بشعر أبيض بصلعة بائنة، قال فإذا تفاجؤوا بالعلماء الإيرانيين أكبرهم كان 27-28 سنة، يعني فاندهشوا أنه هذا علماء يعني تستثمر في شبابها، استثمار في الشباب، كذلك يعني مراكز البحث المنتشرة داخل إيران، وكذلك هم عندهم خاصية معينة، يعني استخدموا خاصية لما الإيرانيين يذهبون، شباب إيراني لما يذهب يدرس في الخارج ينقل التكنولوجيا مباشرة، هو يبقى في الخارج ويشتغل في مؤسسات أمريكية وبريطانية وأوروبية، وينقل مباشرة التكنولوجيا لأبناء بلده، يكون شباب الداخل في إيران. ذكاء خارق عند الإيرانيين، وهذا العنصر الفارسي في الحقيقة تاريخيا معروف بهذا الذكاء، يعني هذا شفنا حتى علماء الإسلام عبر التاريخ
ومعظمهم من بلاد فارس يعني. لا تروحي للبخاري، مسلم، أبو حنيفة، الترمذي، يعني حتى سيبويه عالم اللغة العربية، وأبو بكر الرازي الخوارزمي، وكذلك ابن سينا، هذا كلهم من بلاد فارس. وبالتالي بلاد فارس ولادة يعني. فعندهم شغف كبير للعلم، وكذلك عندهم البعد الحضاري والإرادة في عندهم حضارة تاريخية يحافظون على ذلك. أين تجد مكان فيه بذور الحضارة تجد الناس عندهم الحنين إلى تلك الحضارة وإلى الرقي والسمو. يعني الإيرانيين كان مجتمع الإيراني مبهم أمام الأمريكان، لذا هم ظنوا أنه بحسابات الربح والخسارة الموجودة بين الطرفين أنه دخول الحرب لن يستغرق طويلا، خاصة أنهم كانوا حضروا مجموعة من العملاء على المستوى الداخلي، وهذا اللي يتكلم عليه ترامب. يعني كان قال نحن سوف نقلب نظام الحكم، يعني هو استنادا لما يعني التقارير الاستخباراتية سواء المتعلقة بالCIA أو بالموساد. يعني هم عملوا طيلة هذه السنوات 2 أو 3 عقود من الزمان على محاولة الاختراق الداخلي داخل إيران. فأحدثوا مجموعة من الاختراقات الداخل، في ربما شفنا عملية الاغتيالات التي طالت القيادات الإيرانية من جنرال سليماني، زاهدي، موسوي، يعني فكانت قيادات إيرانية في الحرس الثوري. ثم بعد علماء النوويين في إيران، يعني قتل منهم الكثير، تم اغتيال الكثير داخل طهران وداخل وكذلك يعني اغتيال إسماعيل هنية. فكان اختراق داخلي. طيب أستاذ مولاي، هذا الصراع الغير مباشر هل يمكن أصلا أنه يمكن القول إعلان طرف منتصر بوضوح ولا طرف خاسر بوضوح؟ هو أستاذ الكريمة، إذا قلنا بمعيار الخسارة والربح والخسارة، هو الطرف الخاسر هنا الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، أنه لم يحققوا أي هدف. يعني لما تقول لي في العلوم العسكرية ليس أنك تحدث دمار بتلك الدولة أو تلحق بها خسائر مادية وخسائر بشرية أنك انتصرت، هذا ليس انتصار في معيار العسكري، هذا تدمير فقط في المعيار العسكري. نعم. هذا المعيار العسكري موازين الربح والخسارة وبتحقيق الأهداف الاستراتيجية. أنت رسمت مجموعة من الأهداف، حققت الأهداف وانتصار، لم تحقق الأهداف ليس انتصار تماما. الآن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هو الطرف المنهزم، لأن الهدف الأول إسقاط النظام الإيراني، تقوى النظام الإيراني، إحداث شرخ داخل الشعب وتقسيم داخلي. شفنا الشعب التف وزاد قوة وصلابة يعني حول الله. إذا شفنا استهداف المنشآت النووية، نزع سلاح نووي لإيران أو ما يسمى بتخصيب اليورانيوم، وكذلك يعني القدرة النووية لإيران، هنا لم يحدث هذا الأمر تماما. يعني كل الأهداف التي سطرتها الولايات المتحدة الأمريكية، شفنا حتى التنازل في الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية من إسقاط النظام الإيراني وتفكيك القوة النووية الإيرانية ويعني وإحداث فوضى داخل إيران وتغيير النظام، حتى أصبحت تطالب بفتح هرمز. أنا أفتح هرمز، بعد فتح هرمز. وكذلك الشيء الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت على دعاية مغلوطة، هذا اللي أفقد الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية، حتى سواء من الحلفاء حتى من الداخل الأمريكي. وبالتالي شفنا اتهامات كثيرة للرئيس الأمريكي بأنه أصبح يقدم معلومات مغلوطة جدا، وأنه حتى الصحافة الأمريكية هاجمت، وأعضاء في الكونغرس مطالبات عديدة بأعضاء في الكونغرس بإنهاء الحرب. هنا أصبحت تداعيات كبيرة جدا على الداخل الأمريكي، خاصة مع غلاء المعيشة، ارتفاع الأسعار نظرا لارتفاع الطاقة. كذلك حتى الحلفاء الأوروبيين يعني شفنا معارضة شديدة للحرب، عدم انخراط في الحرب رغم الطلب المتكرر من عند الأمريكان ومن عند الرئيس الأمريكي. رفضت القوى التي هي في الحقيقة تاريخيا هي قوى متحالفة. وهنا أذكر بريطانيا التي انخرطت مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل حروبها وصراعاتها. كذلك حتى المناطق المجال الحيوي البريطاني ومستعمرات البريطانية السابقة أصبحت هي مجال حيوي للولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي رغم هذا التحالف الكبير ورغم يعني التاريخ المشترك بين الدولتين، إلا أنه رفضت بريطانيا الانخراط في الحرب ضد إيران. ثم كذلك فرنسا، إسبانيا التي منعت استعمال وربما كذلك الطرف الإيراني كان ذكي جدا في التأثير على القرار الأوروبي. أولا قضية الغلق، وقضية كذلك الإيرانيين في ذكائهم أنهم
كانوا يعني يمسكون العصا من الوسط، يتركون مرات يتركون بعض السفن تمر مثل ما فعلوا مع إسبانيا. ف يعني دعموا الموقف الإسباني، وبذلك يعني شفنا مباشرة بعد ذلك شفنا تصريحات ميلوني يعني رئيس وزراء إيطاليا التي هاجمت فيها الرئيس الأمريكي وحده، ثم التي قالت أنها سوف تزور إيران للسماح للسفن الإيطالية. شوف اللفظ يعني، وقالت من حق إيران التحكم في المضيق. يعني هنا الولايات المتحدة الأمريكية فقدت الحلفاء. التصريحات الأمريكية الكثيرة جدا، تصريحات الرئيس الأمريكي أفقدت الثقة تماما سواء من الداخل الأمريكي أو الخارج الأمريكي، وبالتالي هنا بميزان الخسارة يعني أمريكا وجدت نفسها تحت ضغط. نأتي إلى الحليف الصهيوني. الحليف الصهيوني أولا أستاذ شيماء هو يفتقد إلى البعد، العمق الاستراتيجي. تتكلمي على دولة إيران اللي فيها 1,600,000 كيلومتر، يعني مساحة كبيرة جدا، وتتكلمي على كيان محتل لأرض يعني صغير جدا. ذلك كيان لا يمكنه مقاومة الحرب لمدة طويلة وحده. الضربات التي تلقاها الكيان ضربات استراتيجية في العمق. هذا هو أصلا الكيان مبني على الهجرة العكسية. إذا هذه الهجرة صبحت يعني هي كان يبني على استجلاب اليهود من العالم. تعرفوا حتى بناء الكيان الصهيوني هذا كان على فكرة دينية، رغم أن الحركة الصهيونية حركة علمانية، لكنها تبنت الخطاب والفكر الديني لمحاولة جلب اليهود حتى اختيارهم لفلسطين. هم في الأول اختاروا جنوب إفريقيا وأوغندا الأرجنتين، ثم اختيارهم لفلسطين كان على أساس إيديولوجي وعقائدي. المحدد الإيديولوجي في بناء الدولة هو الذي أدى إلى بناء هذه ما يسمى الآن هذه إسرائيل أو الكيان الصهيوني الآن، لأنه بنوها على أساس ديني وعلى أساس فكر عقدي. فقالوا أنها أرض الميعاد، واستجلبوا اليهود في العالم لأنه كان عندهم مشكلة في عملية استجلاب اليهود وليس في إيجاد الأرض أو الدولة. فالاستجلاب اليهود لازم فكرة عقائدية، وكما يقول ابن رشد رحمة الله عليه: إذا أردت لفكرة ما أن تنجح فغلفها بغلاف ديني. دائما الفكرة لما تؤثر في الشخص أكثر من أي العقيدة عندها تأثير كبير، تأثير إيديولوجي كبير جدا على الإنسان، ومقدسة عند كل إنسان. وعلى هذا الأساس حتى هم يعني إذا قلنا هذا الصراع اللي بثوه بين المسلمين ولعبوا على الوتر العقائدي كذلك حتى يحدث شرخ وفرق بين المسلمين وتفرقة بين المسلمين، وبالتالي يسهل القضاء عليهم. لكن شاهدنا خروقات مبكرة أستاذ مولاي، خصوصا مع ما سجل في بيروت. هل تعكس هشاشة الاتفاق أم أنها رسائل متعمدة لاختبار الحدود؟ أستاذ شيماء، هما في الحقيقة الأمريكان قالوا إحنا لم نخرق الاتفاق. الإيرانيين قال لا، خرقتوا الاتفاق لأنه إحنا فرضنا في الآخر أنه كل جبهات تهدأ. وقف كلي لإطلاق النار. لكن الأمريكان كانوا أذكياء. الأمريكان كان عندهم حلفاء داخل لبنان، بالتالي دعنا نقول أعضاء من الحكومة اللبنانية هم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. فتصريحات من طرف مسؤولين لبنانيين قالوا نحن لا علاقة لنا بالاتفاق الإيراني الأمريكي. هذا فتح المجال للصهيوني لعملية الهجوم. لماذا؟ لأنه أعطاه الغطاء الشرعي. قال ما في حكومة لبنانية، قال أنا ما عنديش علاقة مع الاتفاق هذا، لما نعلن اتفاق نحن من نقوم بهذا الاتفاق وليس إيران بالنيابة عنا. يعني فاستندوا إلى مدخل قانوني، مدخل أساسي، على أساس أنهم لم يخرقوا لهن، ما دام أنه الحكومة اللبنانية تقول أنا هذا الاتفاق متبرئة منه وليس لها علاقة بالاتفاق، فعناه أنها تنتظر في اتفاق آخر هي مع الطرف الآخر، وبالتالي هم استغلوا هذه الفرصة ودخلوا في هذا. فالأمريكي يقول أنا ما عندي دخل. فبالأخير الحكومة اللبنانية هي المتحكمة الأساسي فهذا أخطر ما في الموضوع، لأنه هذه التحالفات الموجودة بين الأطراف العربية والأطراف الأمريكية هي في الحقيقة اللي كانت سبب النزاعات الموجودة في كل المنطقة العربية. لأنه لا يمكن أن يدخل، يعني احنا لما يقولوا زمان بالمثل الجزائري لما يقولوا سارق البيت إن لم يكن له داخل واحد من الداخل بالدار هو الذي يدله على يعرف تفاصيل ذلك البيت. صحيح. وبالتالي احنا المشكلة في المنطقة هو الارتباطات التاريخية الموجودة سواء مع الجانب البريطاني أو الجانب الأمريكي أو الجانب كذا. فالولايات المتحدة الأمريكية لا تريد خيرا للمنطقة ولا الغرب يريد خير المنطقة، وما أعلنوا مباشرة. كلهم يريدوا مصلحة مشروعهم واضح يا أستاذ شيماء. مشروعهم احنا
هم بالنسبة إليهم هذه مصلحتهم الاستراتيجية. هذه بالنسبة لهم تنفيذ استراتيجية كبرى. هي قالت كوندوليزا رايس في 2001 قالت بإعلان المشروع الأمريكي لما كان الشرق الأوسط الجديد والكبير، قالت بالحرف الواحد، قالت آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تتبوأ مكانتها الحقيقية في العالم، أن تعيد رسم الخارطة العالمية وفق رؤيتها الاستراتيجية. فهم في الحقيقة ليس فقط المنطقة الشرق الأوسط، شفنا حتى أوروبا الشرقية لما قسموا يوغوسلافيا إلى 7 دول، يعني قضوا على أي معارضة داخل أوروبا، لأنه يوغوسلافيا معروفة أنها كانت حليف الاتحاد السوفيتي، وبالتالي ما زالت مع اليوغوسلاف كانوا يعارضون السياسة الأمريكية. فهم حتى ما يكونش عندهم عنصر المفاجأة هذه، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب الباردة لم تركن إلى سياسة السكون الاستراتيجي، بل سارعت إلى قطع الطرق أمام هذه القوى المستقبلية. والآن هي تنفذ أجندة أعلنت عنها، وهي هي في الحقيقة استراتيجيتها. احنا بالعكس يعني هذه دولة قوية، هي تكون دولة قوية هي الدولة الفاعلة، وبالتالي هي ولها القرار بالنسبة لها القرار. احنا لا نذمها في هذا الإطار، بالعكس احنا نريد مواجهة هذه المشاريع التقسيمية في منطقتنا، لأن كل هذه الدول العربية بما فيها الدول الآن التي مثلا نقول احنا منخرطة في المشروع الأمريكي، إلا أن هذه الدول معنية بالتقسيم. ربما الشيء اللي لاحظناه جميعا وربما لاحظته أستاذ شيماء، ولما رفع نتنياهو يعني قبل الحرب الإيرانية خريطة إسرائيل الكبرى، وبتر فيها الكثير من الأراضي العربية، من العراق، من سوريا، حتى من المملكة العربية السعودية. وبالتالي هذا مشروع خطير يهدد حتى الأمن القومي العربي كاملا. يعني وبالتالي يمس المنطقة. يعني ومن الذي يحمي؟ لا. وحتى ترامب لما جاء قال في تصريحاته المباشرة إسرائيل ضيقة ونريد توسعتها. وبالتالي هذا إعلان عن عملية استعمارية واحتلالية جديدة وتوسعة لهذه المناطق الاحتلال. بالتالي احنا لا يمكن أنه بأي حال من الأحوال الآن الطرف الأمريكي يقول، لكن الإيرانيين يعلمون أن وراء القرار الموجود داخل لبنان هو الطرف الأمريكي، فلهذا يقولون أنه أنتم من خرقتم الهدنة. طيب إلى أي مدى أستاذ مولاي يمكن أن تؤدي هذه الخروقات إلى انهيار متسلسل للهدنة التي تم الإعلان عنها، أم أن الأطراف ستتجنب الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة مستقبلا؟ هي الحرب الآن لا تخدم جميع الأطراف، لكنها لا تخدم بالدرجة الأولى الطرف الأمريكي، الطرف الغربي، لأنه إيران كذلك ربما شفنا مباشرة أغلقت مضيق هرمز مباشرة. الإغلاق الكلي معناه خسارة للكل، معناه ضغوط خارجية على الولايات المتحدة الأمريكية بقوة، على أساس أنكم، لأنه حتى الأطراف الأوروبية والصين وروسيا وكل الأطراف تعي جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية لها سلطة على الكيان الصهيوني. مستحيل يعني. هو في البناء العسكري والاستراتيجي الكيان الصهيوني وقاعدة عسكرية أمريكية متقدمة في المنطقة، وبالتالي من المستحيل أنه يتصرف نتنياهو أو يتصرف الكيان الصهيوني خارج استراتيجية أو خارج ما تمليه عليه القرارات الأمريكية. وبالتالي هنا تريد إيران من الأطراف الدولية بإغلاق مضيق هرمز، يعني بإغلاقه الضغط على الجانب الأمريكي، الضغط الخارجي على الجانب الأمريكي. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على الحليف فيتوقف على هذه الهجمات. فالأمور هنا واضحة، وهي لا تريد فتاوى قانونية على أساس أن هذا الطرف لم يدخل وهذا الطرف دخل. هذا الأمر يعلمونه جيدا، ويعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت فعلت. طيب كيف تنعكس أستاذ مولاي هذه التطورات على الأمن الإقليمي، خاصة في الساحات المرتبطة سواء المباشرة أو الغير مباشرة بهذا الصراع؟ والله شوف، الدول العربية التي كانت تستضيف مثلا القواعد الأمريكية الآن هي في معضلة حقيقية. علمت أنه المتغطي بالأمريكي عريان، يعني في الحقيقة لا الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت الدفاع عنهم، وشفنا حتى يعني إبان الحرب هي سحبت حتى الدرع الصاروخي اللي موجود في المنطقة وأخذته إلى الكيان الصهيوني بدفاع مباشر عن إسرائيل. وقالوا حتى محللين من منطقة الخليج وقالوا أنه أمريكا يعني حتى لم تدافع عن مهمها الدفاع عن الكيان الصهيوني، وهذا شيء واضح باين من بداية الأمر يعني، وليس الأمر غريب.
وبالتالي كل طرف كان يظن أن الولايات المتحدة الأمريكية تملك السلطة العليا واليد العليا في المنطقة، وأنها قوة لا تقهر، وأنها قوة عالمية، وأنها تستطيع حتى هزيمة القوى الكبرى وروسيا والصين. أن تراجع ذلك الفكر أمام الصمود الرهيب الإيراني، أمام الصمود الاستراتيجي، أمام القوة الصاروخية تماسك والقوة التي أظهرتها إيران لأمريكا، أمام الضربات النوعية والضربات الكبيرة والقوية التي وجهتها وردود إيران. الفعل أيضا يعني اللي كان حطمت كل القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة، الرادارات التي تبلغ أكثر من مليار دولار، رادارات استراتيجية كذلك، يعني حتى هروب حاملة الطائرات وفرارها من المنطقة وخروجها من مضيق هرمز ومن المياه الإقليمية تماما وبعدها بأميال. كانت كذلك رسالة إيرانية أخرى أنها وجهت صواريخ بعيدة المدى إلى قاعدة في المحيط الهادي ب4000 كيلومتر، وهي كذلك رسالة كانت للأوروبيين، كانت بدقة مدروسة، أنه أي طرف يدخل من أوروبا أنه أوروبا على مرمى الصواريخ الإيرانية. وبالتالي علم الكل أن القدرات الصاروخية الإيرانية هي قدرات هائلة وكبيرة جدا. كذلك نوعية الصواريخ، صواريخ الانشطارية، صواريخ يعني صواريخ العنقودية التي في الحقيقة التي عاجزت كل المنظومات الدفاعية، منظومة عثاد، منظومة الباتريوت، منظومة مقلاع داوود، وكذلك القبة الحديدية، يعني وكل الصواريخ الاعتراضية الموجودة في المنطقة. يعني تخيل 5 خطوط دفاعية تم يعني اختراقها من طرف الصواريخ الإيرانية، وهذا في بعد استراتيجي كبير جدا، يعني وبعد عسكري. كذلك يعني لا ننسى أن اللوبي الفاعل في الولايات المتحدة الأمريكية هو اللوبي ومجمع السلاح الأمريكي، وهو أقوى لوبي في الولايات المتحدة، وهو يتفوق على الآيباك، يعني اللوبي الصهيوني، لأنه اللوبي الموجود هذا يعتمد كذلك على الانتصارات العسكرية وعلى نوعية السلاح الأمريكي والترويج السلاح الأمريكي. إسقاط الأف 35 يعني هي رسالة للعالم أنه هي مفخرة السلاح الجوي الأمريكي، يعني وبالتالي يعني هو كذلك العملية النوعية التي كانت في أصفهان وإسقاط حجم كبير من الطائرات والأف 15 والكثير من الطائرات الأمريكية وطائرات الهليكوبتر، والخسارة الاستراتيجية التي منيت بها الولايات المتحدة الأمريكية، كلها عوامل يعني تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة إنهاء الحرب في أقرب وقت. ونظن أن المآلات في الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون خطيرة وخطيرة جدا إذا استمروا في الحرب. يعني هو في الحقيقة حتى في تحذيرات روسية، تحذيرات صينية، تحذيرات أوروبية، الاستمرار في الحرب هو انتحار كامل وهو معناه. لكن نحن في العلاقات الدولية فيه نظرية تسمى نظرية اللعب، ونقولوا لاعب الورق في لاعب الورق، يعني هو اللي يكون يعني في القمار، فلما يكون خاسر يلعب حتى آخر ورقة. فهذا هو الطرف الخاسر. الآن ما يحدث الآن هم يريدون أي انتصار ولو وهمي. يعني عملية أصفهان لم تكن انتصارا أبدا عسكريا، يعني وتبين أنه كل ما قالوه الأمريكان لم يكن حقيقيا. وبالتالي الآن مرات الرئيس الأمريكي يقول لا نريد سوف نفتح هرمز، ما تقول لا نريد هرمز، نحن عندنا ما يكفينا من النفط ومن الحاجات. لكن الحقيقة أصبحت غير ذلك تماما. والآن كل الأمور تضغط أنه كل طرف عنده أوراق يضغط بها، لكن الطرف الإيراني الآن هو الذي له يد العليا في المنطقة. أستاذ مولاي، ختاما، في ظل هذا المشهد المتقلب، ما السيناريو الأقرب خلال الفترة القادمة؟ تثبيت الهدنة، تصعيد محدود، أم عودة تدريجية للتوتر التي شهدته المنطقة مؤخرا؟ هو في الحقيقة أستاذ شيماء الأمر لم يصبح متوقف فقط على الأمريكان، يعني الآن ليس على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لأنه الأطراف الدولية أصبحت كلها تضاد لوقف الحرب. يعني أصبحت لأنها أثرت عالميا على تداعيات مجموعة من الدول، تداعيات الأمن والسلم الدولي تماما. توسعة الصراع معناه دخول أطراف أخرى، وشفتوا أنصار الله هدد بغلق باب المندب، كذلك أطراف أخرى في العراق في كذا. كذلك لا ننسى الصين وروسيا اللتان استخدمتا يعني الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار التي تقدم به البحرين في فتح باب المندب، مضيق هرمز. وبالتالي الأمور كلها تنحو نحو الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مضطرة حتى يعني يمكن القول أنه تثبيت للهدنة وانتهاء الحرب هم رايحين انتهاء الحرب، يعني هم ينتظرون مثلا يتحينون الفرص، رغم أنه الأمريكي في الحقيقة حتى أثناء المفاوضات أثبت أنه يخادع في كل مرة. يعني الآن الطرف الأمريكي أصبح فاقد الثقة وفاقد المصداقية، ولا دولة الآن تثق في القرارات الإدارة الأمريكية. كيف يمكن لأمريكا الآن أن تنسحب من هذه الحرب بدون ما تظهر ضعفها ممكن للعالم؟ هو انسحب، يعني الأمريكي سبق وأنه
انسحب في باب المندب أمام ضربات أنصار الله، لماهوش بنفس القوة الموجودة عند الإيرانيين، وانسحب وترك السفن الصهيونية تلقى مصيرها لحالها داخل باب المندب. وبالتالي الآن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنسحب يعني من الحرب عاجلا أم آجلا. يعني المتغيرات الدولية لا تصب في صالحها. الأمور الآن أصبحت كارثية على مستوى الاقتصاد العالمي، الاقتصاد الدولي. الدول التي كانت حليفة الولايات المتحدة الأمريكية الآن تبحث عن حليف آخر، وشفنا تقرب الدول الأوروبية من الصين، وأصبحت الصين تطرح في نفسها بديل للولايات المتحدة الأمريكية. استخدام الفيتو من طرف الصين هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية على أساس أننا موجودين وبقوة، والآن نحن نتحكم في موازين القوة. وبالتالي هنا نجد أنه حتى الخسارة العسكرية أمام إيران التي في الحقيقة هي أقل تكنولوجيا وأقل قوة من الصين وروسيا، بالتالي هو رسالة للولايات المتحدة الأمريكية المنتشي كذلك الطرف الروسي المنتشي بهذا الانتصار الإيراني، خاصة أنه قد تقدم خطوات كبيرة في أوكرانيا، والآن الإمدادات العسكرية قلت بشكل كبير جدا. وشفنا حتى الولايات المتحدة الأمريكية كان عندها نقص كبير في الصواريخ الدفاعية، يعني وسحبت كل المنظومات حتى من كوريا الجنوبية وأخذتها على المنطقة. وبالتالي أصبحت القواعد الأمريكية الموجودة في شرق آسيا مكشوفة، أصبحت كذلك الصراع الأوكراني محسوم لصالح روسيا، وبالتالي الآن موازين القوة تغيرت. العالم مقبل على تغيرات كبيرة وكبيرة جدا. يعني أمريكا لا تملك خيار آخر إلا التوقف عن هذه الحرب. أكيد، يعني هو يذهبون يتوقف الحرب، لكن ما بعد الحرب ليس كقبله. يعني العالم الآن سوف يتغير بشكل كبير وكبير جدا. الدكتور أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مولاي بومجود، شكرا لك على هذا التحليل المفيد، ونتمنى أن يقدم الإضافة للمشاهد الكريم. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ سلسلة من التدابير الميدانية لضمان استقبال الأضاحي المستوردة وتنظيم عملية بيعها تحسبا لعيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. التقرير لشروق طالب. تواصل الجزائر عملية استيراد أضاحي العيد، عملية انطلقت شهر مارس الفارط، وذلك تنفيذا لخطة تنظيمية محكمة لإنجاح مساعي توفير الأضاحي في ظل النقص المسجل في السوق الوطنية، بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وفق مخطط يقضي باستيراد 1,000,000 رأس. ميناء مستغانم استقبل في هذا السياق أكثر من 14,000 رأس غنم قادمة من دولة رومانيا، عملية جاءت لتعزز هذا المسعى بإشراف كل من الديوان الجهوي للحوم بالغرب، حرصا على توفير جميع الوسائل اللوجستية والبشرية وكذا المصالح البيطرية بهدف المراقبة الصحية للقطيع ومرافقته إلى غاية مراكز الحجر. عملية استيراد الأضاحي تندرج ضمن برنامج الاستيراد الذي أطلقه الرئيس تبون بعد النجاح المحقق السنة الماضية، وتشرف عليه الشركة الجزائرية للحوم الحمراء بتوفير أضاحي من رومانيا، إسبانيا والأوروغواي لضمان وفرة المنتوج ودعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعزيز العرض في الأسواق الوطنية، مما يساهم بشكل مباشر في كسر الأسعار المرتفعة ومواجهة المضاربة التي لطالما غذت الغلاء في مثل هذه المناسبات. أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد عن حزمة من الإجراءات العملية لدعم شعبة التمور، تشمل مكافحة الآفات والتطوير المكنن وتسهيل التصدير والتمويل، في إطار تعزيز مكانة هذه الشعبة كرافد أساسي لتنويع الصادرات خارج المحروقات. مروى عمران والتفاصيل. حزمة من الإجراءات العملية لدعم شعبة التمور أعلن عنها وزير الفلاحة ياسين وليد في إطار تعزيز دورها كأحد أهم مصادر تنويع الصادرات خارج المحروقات. الإعلان جاء خلال لقاء وطني جمع مختلف الفاعلين في القطاع لمناقشة التحديات والحلول الممكنة. الإجراءات تركزت على مكافحة الآفات الزراعية مثل البوفروفا والبيوضة، وتطوير المكننة الفلاحية بالتعاون مع أغروديفا، إضافة إلى إنشاء مخبر متخصص لتحاليل وتوسيم المنتجات
بالشراكة مع الغرفة الوطنية للفلاحة والمعهد الوطني للبحث الزراعي. الخطة شملت تحسين ظروف الإنتاج عبر توفير الكهرباء الفلاحية، دعم الطاقة الشمسية، مرافقة الفلاحين في حفر الآبار، وتسهيل الحصول على التمويل خاصة فيما يتعلق بقروض التبريد. وتم أيضا التركيز على تنظيم المهنيين في تعاونيات لتعزيز قدراتهم التسويقية. وفي جانب التصدير تم التأكيد على تبسيط الإجراءات الإدارية والبنكية وتوفير وسائل النقل والحاويات، مع دعم مشاركة المنتجين في المعارض الدولية، مما يساهم في رفع تنافسية التمور الجزائرية عالميا. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.